مساء الخير، معاكم محمود فادي. النهارده هنتكلم على موضوع ازاي الكلب يعمل تويلت في مكان معين، مكان ثابت. اهم حاجه دايما معظم الناس بتربي كلاب في الشقه زي حالاتي او في الروف او في الجنينه. اهم حاجه عشان نعلمهم يعملوا تويلت في مكان معين لازم مكان ثابت ما بيتغيرش. بلس اللي هو بيكون اهم حاجه الاستمرار والمتابعه. بمعنى ايه؟ لو انت جيت في اي وقت من الاوقات بتشوف ولقيت الكلب عامل تويلت وانت ما خدتش بالك، يبقى انت كده مش بتتابع. لازم تتابع اكتر من كده. طيب الكلب عموما بياخد فترة قد ايه عشان يتعود؟ دي على حسب. في ممكن كلب يقعد اسبوعين، ثلاثة، أربعة. هنعرف ازاي بيعمل تويلت؟ في كلاب مثلا بتلف حوالين نفسها سيركل عشان قبل ما تعمل تويلت. في كلاب مثلا بتشم شم متفرق قبل ما تعمل التويلت. كل كلب ليه طريقة، فانت لما بتتابع كلبك هتعرف الطريقة المناسبة اللي كلبك بيعمل بيها تويلت. طيب في امتى بيعمل تويلت بالظبط؟ عموما لو انت بتاكل دراي فود، معظم دراي فود بعد مثلا نص ساعه، من 20 لنص ساعه على حسب دراي فود. فانت طبعا بتشوف لو فريش فود اللي هو الاكل البيت، عموما الاكل ده بياخد فتره اطول. بمعنى ايه؟ على حسب الهضم الكلب نفسه للاكل ده، في ممكن ياخد ساعه ساعتين. فاهم حاجه في التريننج اللي هو التويلت، اللي انا بثبت ميعاد يعني اكل معين وميعاد ثابت اللي هو بحيث الكلب لازم ياكله، فبعرف اللي هو بعد ساعه مثلا هيعمل تويلت. فلو انا هخرج الكلب بره عشان يعمل تويلت، فمثلا ساعه دلوقتي 4، بعد مثلا هيعمل تويلت بعد ساعه، فاجي قبليها 5 الا ربع انزله الشارع، بحيث ان انا اضمن مليون في المية اللي هو هيعمل في الشارع ويعمل بطريقه صح. سكوبي ست جو تويلت، جود بوي. باجي وبديله تريت وخلاص كده. فهنعمل ايه عشان نخليه يعمل تريننج نفس التويلت نفسه؟ عموما انا لما جيت خليت كلبي اعلمه وهو صغير، كنت حاطه عندي في الاوضه، فحطيت جرانين. وانس اللي انا مثلا لقيت كلبي بقى دايما بلعبه، بديله تريتس، اكل حلو بيحبه، لعب على الجرنان. حاطط مثلا بتاع 7 جرانين، وحاطط الاكل جنبه والميه والمكان اللي بيقعد فيه. ممكن اجري بيه في الشقه عادي كده وارجع تاني للمكان ده. اول ما بيجي يعمل تويلت بقول له تويلت، هو بيعمل، وبدوس كليك بالكليكر. انا عامل فيديو يعني ايه كليكر، وبديله تريت وبطبطب عليه وبديله جيمز او لعب بيحبها. وانس اللي هو بيعمل بره الجرنان بشيله بسرعه وبحطه على الجرنان واقول له سكوبي تويلت. لو هو ما انا ملحقتوش بقول له نو. بوتي بوتي طيب ده كده احنا عملنا ايه؟ احنا في الحقيقه احنا شغلنا حواس الكلب كلها. اول حاجه حاسه الشم، هو عارف المكان اللي بيعمل فيه تويلت. حاسه اللي هي اللي بيكون البصر، هو عارف المكان. الجرنان عارف اللي هو المكان اللي هيعمل فيه. انا وانس اللي انا مثلا بحط الاول قلنا 7 جرانين، هيبقى مثلا 6 جرانين، 5 جرانين، 4 ونص، 3، 2، لحد ما يبقى جرنان واحد. ساعتها هو هيروح من نفسه كده. حاسه العين كمان، في حاسه السمع لما انا بقول له تويلت وهو بيعمل، فبالتالي بيربط الكلمه بتاعتي بالفعل اللي هو بيعمله، فبيفهم اللي هو كده بيعمل الكلمه دي معناها اللي هو يعمل تويلت. بحيث لو انا جيت حبيت اخرج بيه في الشارع مثلا، او هركبه العربيه اقول له مثلا سكوبي تويلت، يعمل تويلت، اركبه العربيه ابقى مطمن. اخر حاجه وفي ناس كتير قوي ما يعرفوهاش، اللي هي حاسه الملمس، ان الكلب بيربط الملمس بالحاجه اللي بيقف عليها. بمعنى ايه؟ انا معلمه على جرنان، لو لقيته مثلا بعد فتره تريننج وبقى كويس جدا وبيعمل في المكان ده على طول، لو انت جيت مثلا في الشارع لقى جرنان ممكن تلاقيه من نفسه يقف هيعمل عليه تويلت، لدرجه اللي هو خلاص فهم المكان ده بيعمل فيه تويلت. فانا بكافئه وبديه تريتس. المكان ده عموما كده حسيت اللي هي الملمس. في ناس دايما بتعمل حاجه غلط، بتحط مثلا سجاده، فلما الكلب يعمل على السجاده، معنى ده اللي انا بقول لهم ان البيت كله انتوا ممكن تعملوا فيه تويلت لو في البيت كله سجاجيد. فلازم نخلي بالنا من الموضوع ده. في كمان ناس بتحط رمل. الرمل ده غلط، لان الرمل بيشيل حشرات، لازم يا اما تغير رمل كل شويه. ده عموما اللي هي بالنسبه كمان لو انا عايز اللي انا اقدر احدد موضوع التويلت، اللي انا ممكن اجيب له قفص صغير يقعد فيه،
لو يقعد فيه ما يتحركش، لو اتحرك ممكن يعمل فيه تويلت، يبقى انا ما عملتش حاجه. لو هو بيقعد فيه بالظبط ممكن احدد الفتره وابتدي اخرجه على المكان التويلت. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تساعد الكلب اللي هو يعمل تويلت في المكان ده؟ في حاجه كده انا مش فاكر اسمها قوي، اسمها تويلت دروبس. عموما هي زي القطره كده، بتحط 3 نقط بحيث ان هي تشجع الكلب يعمل في المكان ده. بس في كلاب في الحقيقه بتتشجع جدا وتعمل فيه، وفي كلاب بتتلخبط. انا كلبي كان بيتلخبط عموما. ازاي ننظف المكان؟ ننظف المكان كويس. فممكن صوديوم بيكربونات، ده ممكن من عطار، ارخص حاجه ممكن، يعني حاجه رخيصه والفعاليه بتاعته تحفه جباره جدا. وممكن طبعا حاجات من اللي هي البيت شوب عموما احنا ممكن نشتري منها، اللي هي الحاجات الحيوانات اللي بالنسبه للحاجات اللي بتضيع الريح. طيب ده ايه الحاجات الغلط اللي دايما الناس بتعملها؟ الناس بتحبس الكلاب عشان تخليهم اللي هو يعملوا تويلت. بس في الحقيقه خليني اديكم مثال، انا حابس كلبي، خرجته، قعدنا لعبنا، الكلب مبسوط جدا معايا عايز يعمل تويلت. تفتكروا اللي هو من نفسه هيروح يعمل تويلت في المكان اللي هو رابط اللي هو بيتحبس فيه؟ لا طبعا، هو المكان هو هنا فور فان بالنسبه له، عايز يكمل اللعبه، فهيعمل عشان يكمل معايا الجيم. فطبعا هكون متضايق. فانا مش برشح قوي موضوع الحبسه، فبلاش اللي احنا نحبس الكلاب في وقت البوتي ترين. اهم حاجه الطاقه بتاعتك وانت بتدربه. ما ينفعش ان انت مثلا تيجي عايز يعمل تويلت بتزعق له وتضربه، لا ده بيخليه ديستراكتد قوي، متشتت قوي، بيفقد تركيزه، بيخاف. فالحاجات دي كلها عشان اقدر اللي انا اوصل بيه اللي هو يعمل تريننج او اللي انا تويلت تريننج في مكان معين، اللي انا لازم احببه في المكان ده. فممكن مثلا وهو مش موجود اروح احط تريتس وحاجات بيحبها، بحيث لو هو بيلعب هنا يروح بيته او المكان اللي عايز يعمل فيه يلاقي فيه اكل بيحبه ولعب. هكذا ده موضوع التويلت، موضوع سهل قوي بس محتاج استمرار ومتابعه. لو عندكم اي سؤال اسالوني في البيج على رقم موبايلي وان شاء الله اجاوبكم. السلام عليكم. تابعونا كمان على البيج بتاعتي، انا عامل بيج ممكن تعمل مثلا سيرش محمود اندرسكور دوج ترينر، او تعمل مثلا سيرش مثلا لو على الفيسبوك facebook.com/محمود دوج ترينر. هكتب اللي هو اللينك بتاعي على اليوتيوب تحت في الديسكريبشن، لو دوست هتلاقي اللينك بتاعي. كمان على البيج بتاعتي بحطها، ممكن تتابع، وفي فيديوهات تانية ممكن تشوفها وتعلموا الكلب بطريقة احسن. شكرا جدا، السلام عليكم.